Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute lernen wir die Wochentage und Monate. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو آخر من سلسلة دروس ديال A1 في اللغة الألمانية. واليوم غادي نتعلموا الأيام الأسبوع والشهور. درس سهل جدا. مهم عندنا في هذا الدرس هو أنكم تحفظوا الوخنتاغ والموناتة، يعني الشهور وأيام الأسبوع باللغة الألمانية، وأهم من هذا البرونونسياسيون. دونك نبداو بالأيام الأسبوع دي وخنتاغ. ركزوا معايا بزاف في البرونونسياسيون، وبطبيعة الحال نتوما غادي تحفظوا هاد الأيام الأسبوع والشهور بطريقة سهلة ديك الساعات. Also مونتاغ هو الاثنين، مونتاغ. دينستاغ هو الثلاثاء، دينستاغ. ميتفوخ. حاول انك مني نكون كنقول الكلمة تحاول تعاودها معايا باش كتجيك ساهل انك تتعلم النطق ديالها. دوناستاغ. فرايتاغ. Samstag. Sonntag. نعاودو. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. هنا درت لكم واحد الجمل توضيح. الا بغينا نديرو جملة هكا مفيدة، بحال مثلا heute ist Montag، اليوم هو الاثنين. heute ist Montag. morgen ist Dienstag، غدا ثلاثاء. Also heute ist Montag, morgen ist Dienstag. ودابا نمشيو للشهور. دي مونات. انتبهوا معايا للنطق ديال كل كلمة. يناير، يانوار. فبراير. اتحاول انك هنايا هاد الاغ اللي في الاخر راه ما كنطقوهاش. يانوار، فبراير. ما كنقراوش ينوار فبراير، لا، ينوار فبراير. مارس. ابريل. ماي. يوني حيت الجي كنقراوها يا. يولي. اوغوست حيت قرينا في الدرس الاول هو ان مع او كتقرا اوغوست. سبتمبر. وفي الدرس الاول قرينا باللي او مع كتقرا سبتمبر. اكتوبر. نوفمبر حيت في كتقرا اف. نوفمبر. ديسمبر. نعاودو. يناير، فبراير، مارس، ابريل، ماي، يوني، يولي، اوغوست، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. هنا درت لكم واحد الجمل للتوضيح الا بغينا نحطوها في جملة مفيدة. Im Januar ist es kalt. في يناير الجو بارد. Im Januar ist es kalt. Mein Geburtstag ist im Mai. عيد ميلاد هو الجبورتستاغ. Mein Geburtstag ist im Mai. هنايا خليت لكم واحد الأوبونغن أو لا أوبونغ. هاد الأوبونغ هي تمرين. أوبونغن هما تمارين. فعندكم جوج ديال الأسئلة اللي هو زاك ألي فوخنتاغ. إلا قديتي في الكومنتار أنك دير لي الفوخنتاغ اللي كاينين، يعني 7 ديال الفوخنتاغ. in welchem Monat hast du Geburtstag؟ السؤال الثاني هو في اينا شهر عندك الجبورتستاغ ديالك او لا عيد ميلاد ديالك، في اينا شهر.
Das war die Lektion 5, ماشي 4. Das war die Lektion 5. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.